السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى جميع المتابعين والمشاهدين الأعزاء. طبعا نظر كثير من التعليقات وكثير ما يعرف يدخل قنوات ام بي سي أو باقة ام بي سي للستلايت. طبعا اليوم راح أشوفكم طريقة إدخال التردد بصورة صحيحة. بالبداية تضغط على مينيو. بعد ما ضغطت على مينيو تروح على التكوين، أول وحدة اتجاه أيمن، تنزل على مسح يدوي. بالمناسبة الجهاز سترونج وهي كلها نفس الفكرة. تضغط على مسح يدوي، تدوس أوكي، تنزل على التردد مثل ما تشوف هذا التردد. شلون تضيف التردد؟ طبعا تدوس أي رقم من الريمون فراح يطلع عندك خيارين، يطلع زيادة أو تحرير. أكرر، تدوس هسه انت بعد ما نزلت على التردد صار السهم على التردد، تضغط أي رقم من الريمون. فمن راح تضغط أي رقم راح يطلع عندك، يطلع عندك زيادة وتحرير. طبعا تدوس زيادة اوكي، راح هالشكل راح يطلع عندك. تدوس المكان التردد ذن الاصفارة 11 4 70. طبعا هذا تردد ام بي سي 2 7 5 0. تنزل جوا هو عمودي. طبعا اني عندي موجود التردد، فمثل ما تشوفون قاعد يقول لي نفس المرسل موجود. يعني انت قبل راح ينضاف عندك بس مو اتش في، يعني افقي. هذا حاليا نسويه عمودي، على مود تطلع الباقة تدوس عمودي في. اوكي، بعد ما دستها تنزل على بحث، تضغط اوكي، راح يطلع عندك القنوات. راح اشوفكم بهالصورة. هسه بدا يبحث، طلع 12 قناة ومن ضمنهن باقة ام بي سي. هسه نطلع مثل ما تشوفون ام بي سي 1. طلعت باقة ام بي سي 1 2 3 مثل ما تشوفون. هذه الباقة والتردد جوا الصورة. اتمنى فاتكم الشرح، ولا تنسون الاعجاب والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم ومع السلامة.